اهلا وسهلا بحضراتكم. عنوان حلقتنا النهارده: جات الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. ده عنوان حلقتنا النهارده بعد رد المحكمه الرياضيه الدوليه على شكوى نادي الزمالك وشكوى نادي بيراميدز ضد النادي الاهلي لخصم 3 نقط من النادي الاهلي، وقرار جديد جدا من المحكمه الرياضيه الدوليه، وهنعرف كل التفاصيل على اليو ديانج وايه اللي حصل النهارده في مباراه بيراميدز وصن داونز والزمالك وبتروجيت. خلينا نكمل الحلقه للنهايه في اخبار جديده وناريه. اهلا وسهلا بيك يا صديقي، ما تنساش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. النهارده وبكل بساطه يا سيدي، المحكمه الرياضيه الدوليه اصدرت قرار رسمي لنادي بيراميدز واعلان رسمي لنادي الزمالك بعدم خصم نقاط من النادي الاهلي. تعال خد المفاجاه الكبيره دي، كمان هيسلمونا درع الدوري. يعني بكل بساطه يا سيدي، المحكمه الرياضيه الدوليه ايدت راي رابطه الانديه، وده اللي قلته لحضراتكم في الفيديو السابق. قلت لكم استحاله المحكمه الرياضيه الدوليه تنفي قرار رابطه الانديه او اتحاد الكوره المصري، لانهم الثلاثه بيكملوا بعض. هقول لك على المفاجاه الكبيره جدا واللي كل جمهور نادي الزمالك ما كانش عايز يسمعها مني. طالما المحكمه الرياضيه الدوليه مؤيده موقف نادي الاهلي، طالما اتحاد الكوره مؤيد موقف النادي الاهلي، طالما الرابطه مؤيده موقف النادي الاهلي، اللوائح والقوانين في اللائحه رقم 67 من قانون الانسحاب او العقوبات بتقول كده: النادي الذي ينسحب من البطوله يعتبر النادي الذي ينسحب من امام فريق. قدام حضراتكم هتظهر دلوقتي قصه الانسحاب اللي قلتها في فيديو قبل كده. الانسحاب بيتم من داخل المباراه ويكون الفريق غادر خط الملعب، وابتدي الحكم يحسب ربع ساعه من بعد مغادرته للملعب، لكن ما حضرش اساسا ما اسموش انسحاب. فعشان الناس بس اللي طالعه تتكلم وتقول الاهلي انسحب زي ما يتخصمش منه 3 نقط، لا، المفاجاه الاكبر من دي ان مباراه القمه هتتعاد. ايوه زي ما قلت لحضرتك كده، ان مباراه القمه يا سيدي هتتعاد. النهارده نادي بيراميدز عمل حاجه كان كل الاهلاويه مش متوقعينها. بصراحه بيراميدز النهارده فاجئنا. انك تكون مغلوب طول المباراه 1-0 وتيجي في لاست تايم في الدقيقه 94 تسجل هدف القاتل، الهدف اللي بمثابه انتهى على نادي صن داونز. والمفاجاه الكبرى ان ممكن نشوف نادي بيراميدز في كاس العالم للانديه. ده اللي كنا نتمنى ان النادي الاهلي يكون فيه، بس منه لله كولر هو اللي حطينا في الموقف ده. سياده الرئيس كولر هو اللي خلانا نلجا للموقف ده او نكون في الموقف ده. كولر اللي كان دايما بيلعب بخطه دفاعيه ومخلي النادي الاهلي مهدد من الفريق اللي قدامه. عماد النحاس بيلعب عكس كده تماما، وهتشوفوا ده في المباريات اللي جايه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اتمنى ان النحاس يكون حتى ولو معاون لفريق النادي الاهلي مع ريفيرو، ولكن ما توقعش ان ريفيرو هيخلي عماد النحاس خالص، ولكن كل اللي اتوقعه انه مخلي 2 أو 3 من الجهاز القديم والباقي كله باي باي. النهارده الزمالك يتفوق على بتروجيت 3-1، ودي مفاجأة كانت من العيار التقيل. بعد ما نادي بيراميدز اتعادل مع صن داونز، قلنا مباراة الزمالك بتروجيت هتكون ايه يا ترى النتيجة؟ نتفاجئ بان بتروجيت يسجل هدف والزمالك يكون متأخر، وفجأة كده الزمالك يسجل هدف التعادل، لا تعادلي كمان، يسجل 2-1، لا 2-1 ايه كمان، شيكابالا في اخر دقيقتين من المباراه يسجل الهدف الثالث وينهي على امال بتروجيت حتى التعادل. ده اللي يخليك تقف تفكر، هو نادي الزمالك المباريات اللي جايه في كاس مصر امام الزمالك وبيراميدز، هل جمهور نادي الزمالك هتشجعوا مين؟ ده سؤال النهارده في حلقتنا. ايه رايك في راي المحكمه الرياضيه الدوليه بنفي وعدم عقوبه النادي الاهلي بخصم 3 نقط، مع ان كله كان منتظر ان الاهلي يخسر بطوله الدوري، ولكن ده بعيده عنكم، الدوري في جزيره. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.